ألف مبروك للجيش الملكي بالصعود ديالو للنهائي لملاقاة صن داونز الجنوب الإفريقي، وبرافو لفريق نهضة بركان اللي قدم مقابلة في المستوى سيرتو في الميطة الثانية. بان على تفوق واضح بالنسبة لنهضة بركان لأنه خلق بزاف ديال الفرص في الميطة الثانية وجاتو ضربة جزاء. هذا الهدف ما كانش كافي باش يأهل نهضة بركان. نهضة بركان قدمت مقابلة رائعة مغايرة للمقابلة الأولى اللي تقامت في الرباط. هذه المقابلة كانت جميلة بالنسبة للفريقين، ما كانوش فيها تدخلات خشنة، كانت فيها الروح الرياضية. على العموم الفائز الأكبر هو الروح الرياضية، وكذلك هو المغرب لأنه فريق مغربي كيتأهل إلى النهائي، فإحنا متواجدين في النهائي، وكذلك كيمثلنا فريق مغربي في الكونفدرالية الإفريقية. فأحد موفق غدا إن شاء الله. بالنسبة لأولمبيك آسيوي اللي غادي تلعب غدا إن شاء الله كنتمنوا لها حظ موفق، كنتمنوا لها تأهل غدا إن شاء الله للنهائي باش يكون المغرب ممثل في العصبة وكذلك في الاتحاد الإفريقي نهائيين. كنتمنوا حظ موفق للجيش الملكي اللي غيلعب مع صن داونز في النهائي باش يوجدوا لهذه المقابلة. نتوما كيفاش جاتكم المقابلة؟ واش كنتو راضيين بالنسبة للجماهير ديال الجيش الملكي أو حتى الجماهير ديال نهضة بركان؟ واش كنتو راضيين على الفروق بالنسبة للأداء في هذه المقابلة؟ كنسين التعاليق ديالكم، واللي ما مابونيش معنا يتابونا معنا في هذه الصفحة أو القناة. وإلى فيديو قادم إن شاء الله بحول الله.